هاي. هابي ويك اند عليكم ان شاء الله. تعالى اقول لكم عملت ايه النهارده. انا هنا في القناة بتاعتي بحب اوريكم دايما ازاي باكل كل حاجة نفسي فيها بس باتزان علشان اقدر استمر على النظام ده طول حياتي. الحياة الصحية يعني توازن، يعني 80% من الوقت بناكل اكل صحي، بس 20% من الوقت ممكن ناكل اكل يعني unhealthy شوية. بحب اوريكم ازاي بقدر اكل حاجات unhealthy في نظام الحياة بتاعي. قررت اكافئ نفسي الاسبوع ده بشيت ميل. زي ما انتوا عارفين ان انا طول الاسبوع ملتزمة كده بفطار صحي وغدا صحي، زي ما شاركت معاكم فطاري دايما. بس الشيت ميل بتاعتي او الوجبة المفتوحة مش معنى كده ان هو يبقى يوم فري، لأ، هو يوم عادي خالص، باخد وجبة واحدة بس في اليوم ومعاها حاجة حلوة. الصبح بفطر فطار هيلسي عادي جدا، والعشاء كمان بنتعشى حاجة صحية، فاكهة أو بطاطا أو أي حاجة نفسنا فيها مثلا أو بيض. قررت الأسبوع ده أكافئ نفسي بوجبة كده من البيتزا، وأخدت حاجة حلوة كمان عبارة عن آيس كريم، قطعة صغيرة يعني مش كبيرة قوي. بحب دايما يوم الجمعة كده أشارككم وجبة مفتوحة. الأسبوع اللي فات عملت كده كيك برتقان في البيت، عشان كده دايما يوم الجمعة هثبته معاكم، هنزل فيه كده وجبة مفتوحة يكون طعمها لذيذ، سواء نفسي أطبخ معاكم أكلة لذيذة زي كيك أو مخبوزات أو أي حاجة unhealthy نفسي أعملها، هشاركها معاكم إن شاء الله يوم الجمعة، سواء هصورها من البيت أو إن أنا أخد شيت ميل كده من بره. وزي ما انا قلتلكوا ان الاكل الصحي مش فترة وبنوقفه، احنا بنستمر عليه طول حياتنا، ومحدش بيقدر يمنع اكل معين طول حياته. لازم طول حياتنا ناكل كل حاجة نفسنا فيها، بس نعرف ناكلها ازاي وامتى، واهم حاجة بكمية قد ايه. واننا برضو نمارس اي نوع من الرياضة الخفيفة حتى لو كانت المشي. وقررت اخد حاجة حلوة صغننة كده عبارة عن ايس كريم، اخدته كده بنكهة التريزليتشي، وبصراحة عجبتني جدا، شبه نكهة الكراميل كده وكان فيها بسكوت. وقلت لا، لازم اخد بقى سلطة، حاجة هيلسي جنب الموضوع ده، طلبت سلطة كول سلو. بهزر طبعا، يعني هي بيبقى فيها سكر كتير جدا، هي مش هيلسي ولا اي حاجة. اتمنى الفكرة النهاردة انها تكون عجبتكم. ولو متحمسين للشيت ميل وعايزين تشوفوا بعمل وصفات ايه مفتوحة يوم الجمعة، ما تنسوش تعملوا لي فولو، وما تنسوش تتابعوني طول الاسبوع، بنزل لكم دايما وجبات الفطار وازاي بفطر فطار لو كارب، يكون بدخل كده البروتين في اكلي بنسبة كبيرة، وكمان الخضار بحاول دايما ادخله كده بطريقة لذيذة، وفي سلطات كده يكون طعمها حلو. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي فولو. انا هدى، وانجوي.